على طول بتهان، على طول بيتقال لي كلام بذيء قدام ولادي. طب بس على طول بتضرب يا فندم. بقعد في بيت اهلي، انا والدي متوفي وامي ست مسنه عمرها 74 سنه. ربنا يديها الصحه يا رب. فانا ضعيفه، بيضربني مره بيكسر الدراع، يكسر رجل. مالكيش اخوات؟ ليا 4 صبيان بس الدنيا لاهياهم بولادهم بحرمهم، وماليش الا ربنا، انا اصغرهم. احسن من الكل. الحمد لله. انا بلجأ لربنا دايما في الدعاء وفي الصلاه. يعني جه في مره لاني بصلي وكان طالب شيء وانا فضلت الصلاه عنه، اني انا اعمل له اكله او اصلي واقوم اعمل لك، فراح ضربني وتفل في وشي وانا بصلي. الحمد لله. كنت عايزه استفسر من شيخنا عن حاجتين تعبني في حياتي. اتفضلي. اول حاجه حكم الدين في الزوج اللي بيسيء لزوجته بالكلام البذيء والاهانات دايما، وبيحسسها ان هي في البيت عباره عن خدامه لاولاده، وان هي ملهاش اي حقوق عنده غير انها تاكل وتشرب ويصرف عليها. حتى في الاكل والشرب يفضل دايما يعايرها، انا بشتغل عشان اكلك، انا بشتغل عشان يعني احدد طلباتك، انا علاقته مع اولاده زي كبير 7 سنين. انا على ما سمعت انا ضعيفه، يعني انا الحمد لله بفضل ربنا مسلمه وموحده بالله، بس انا ضعيفه في اني اعرف معلومات قيمه شويه اني انا عن ديني ايه. فاللي كنت اعرفه اني علموا اولادكم الصلاه في من 7 ل10، او علموهم في 7 واضربوهم في 10. ده على حد ما علمي يعني. فانا ابني عنده 7 سنين بحاول اعلمه يصلي. هو لما انا بصلي ولما ابني بيصلي بيحسسني ان احنا بنعمل حاجه محرمه. بيتريق عليكم؟ بيتريق علينا وبيستهزأ بينا. ابني طفل بيزهق من يعني ربنا يسامحه، بيزهق من كتر الوضوء، بيزهق اني انا بأيد حريته من اللعب للصلاة، فبيقول لي يا ماما ليه كده، ليه الصلاة كتير؟ فانا بحاول اقيمه وافهمه ان ده عبادة ربنا. لو هنقعد ليل ونهار نصلي ده حاجة حق ربنا علينا. فما بيتأخر في صلاة او ما يفوت صلاة باجي اقول لوالده ابنك ما صلاش كذا، يقول لي سيبيه ما يصليش. فانت قدوه لابنك. انا ما شفتوش بيصلي. انا على طول بتهان، على طول بيتقال لي كلام بذيء قدام ولادي. طب بس على طول بتضرب يا فندم. بقعد في بيت اهلي، انا والدي متوفي وامي ست مسنه عمرها 74 سنه. ربنا يديها الصحه يا رب. فانا ضعيفه، بيضربني مره بيكسر الدراع، يكسر رجل. مالكيش اخوات؟ ليا 4 صبيان بس الدنيا لاهياهم بولادهم بحرمهم، وماليش الا ربنا، انا اصغرهم. احسن من الكل. الحمد لله. انا بلجأ لربنا دايما في الدعاء وفي الصلاه. يعني جه في مره لاني بصلي وكان طالب شيء وانا فضلت الصلاه عنه، اني انا اعمل له اكله او اصلي واقوم اعمل لك، فراح ضربني وتفل في وشي وانا بصلي، ودي كانت حاجه تعباني. وهو على طول يا فندم بيقعد يقول لي كلام عيب قوي، انا يعني مش هينفع اقول له، يعني بيقول كلام عيب بجد. طب بس ولادي بيسالوني ما معنى الكلام ده. يعني انا اشتكيت لوالدته كتير، والدته ما بتحبش حد يجي على اولادها، هي معذوره. انا اشتكيت كتير لاهلي، تعبت شكوى، بقيت اقول يا رب، بس انا تعبت يا فندم، تعبت. فعايزه حل، عايزه اعرف حكم الدين في الراجل اللي بيأذي مراته بكلام بذيء يعني يخل بالشرف. يعني انا اسفه اني بقولها، ضربه فيا، كسر دراعي، انت بقالك قد ايه متجوزاه؟ بقالي 10 سنين. هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل بتاع تبريد وتكييف مداخن وكده. فيا فندم والله العظيم انا تعبانه، عايزه اعرف انا ده انا بتمنى له الشر، يعني استغفر الله العلي العظيم. تتمني له الشر؟ بتمنى يموت، بدعي له يموت. يا ساتر يا رب. والله العظيم يا استاذه انا بتمنى له يموت من كتر اللي بيعمله فيا. محرمني اهلي يخشوا بيتي. لو اخويا جه يشرب عندي كوبايه شاي بيعايروا بيها، لو اخويا جه عندي وقعد ضحك. طب يا بنتي وانتي اخواتك ساكتين ليه طيب؟ ساكتين عشان تعبوا مني، عشان من اول غلطه حصلت يا استاذه انا خفت على اولادي وبقيت اقول عيشي واستحملي، جايز لما يشوف ولاده بيكبروا حواليه ربنا يهديه. بس للاسف والله يا استاذه كلنا بندعي له بالهدايه حتى اهل. الحاجه الاولانيه نصيحه لهذا الزوج. هذا الزوج آثم ويقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يكون عن رحمة الله وعن مغفرته.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. فأنت خائن للأمانة يا أخي، أنت لم تؤدي الأمانة، أنت خصيمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وهذا يكفيك هلاكا وبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. دي أول رسالة بقولها لأختنا الكريمة. الرسالة الثانية، أنا بعيب على أختنا إنها ما عملتش وقفة من زمان. لازم حضرتك تروحي لأهلك وتخصمي زوجك ده وتقعدي عند أهلك، وإما أن ينصلح حاله أم لا أو لا. الحاجة الثالثة، إنه لا ينبغي لمثل هذه الحالات أن تمر هكذا. يعني حضرتك بتقولي أنا عايزة البيت يستقر، وأنا عايزة أولادي يعيشوا في كنف أبوهم وأمهم، وأنا قلت يمكن لما عياله يكبروا حواليه ينصلح حاله. طب ما انصلحش أهو. يعني مثل هذه الأمور لا يسكت عليها. أنا دلوقتي حضرتك بتقولي شافك بتصلي ضربك وعمل كذا وكذا وبيشتم وبيقول وبيسوي، ده ما يتعاشرش أصلا. بتوصل ليها قدر من اللوم طبعا إنها ساكتة ومستسلمة لهذه الحالة. طب أهو العيال بيكبروا وهو ما بيتحسنش ما بيتغيرش، لازم واقفة يا أختي الكريمة. وهياخدوا من طبعه. ولما ابنها يوصل إنه يقول لها طب ما هو يعني ليه بقى أنا بصلي يعني وأسيب اللعب وأسيب الأكل وأسيب الشرب، وده كتير، الصلاة كده كتير. لازم وقفة. هذا لا يجوز أن يمر بهذه الصورة. أنت مفرطة في حقك وفي حق أولادك.